ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن ما يطلبه الشيطان من الإنسان 7 أمور. ما يريد نيله الشيطان من الإنسان أمور 7، ويبدأ بها أولا بأول، فإن ظفر بالأعظم عنده وإلا نزل للمرتبة التي دونه. فهو أولا يريد من الإنسان الشرك بالله جل وعلا، فإن لم يستطع ذلك أراد منه الوقوع في البدعة، لأن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يظن نفسه وهو على بدعته على خير، وإذا قيل له إنما أنت عليه هو خطأ لا يقبل، بل يرى أن الذي عليه هو الحق وهو الصواب. بينما العاصي إذا نصح عن معصيته يشعر بأنه مخطئ وأنه على ذنب، ولهذا يقول ادعو الله أن يتوب علي، أسأل الله أن يغفر لي. لكن المبتدع ما يقبل ولا يرضى، بل ينافح ويدافع ويصر إلا إن كتب الله له الهداية وشرح صدره للخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة حتى يدع بدعته. فالشيطان البدعة عنده أحب من المعصية، ولهذا إذا لم يستطع إيقاع الإنسان في الشرك حرص على أن يوقعه في البدعة. فإن لم يستطع انتقل إلى أمر آخر، وهو أن يوقعه في كبائر الذنوب، لأن الذنوب كبائر وصغائر. فإذا لم يستطع أن يوقعه في الشرك ولا في البدعة اجتهد في أن يوقعه في كبائر الذنوب، فإن استطاع، وإلا انتقل إلى خطوة رابعة، وهي أن يوقعه في صغائر الذنوب. والذنوب منقسمة إلى صغائر وكبائر، والله في القرآن الكريم يقول وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب على العبد، ويلقاه في ديوان أعماله يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإن لم يستطع على إيقاع العبد في الكبيرة اجتهد في إيقاعه في الصغيرة. فإن لم يستطع أن يوقعه في الصغيرة أي شيء يعمل؟ يجتهد في أن يشغل العبد بالأمور المباحة عن الطاعات والعبادات. يجتهد في أن يشغله في أمر مباح، أمر ليس بمحرم، ولكنه يشغله به عن الطاعة وعن العبادة. فإن لم يستطع ذلك انتقل إلى رتبة سادسة، ألا وهي أن يشغله بالأمور المفضولة عن الأمور الفاضلة. دين الله عز وجل والطاعات التي أمر سبحانه وتعالى بها متفاضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإن لم يستطع ما سبق شغله بالمفضول عن الفاضل، شغله بالمفضول عن الفاضل. فإن لم يستطع هذه الست انتقل إلى أمر سابع، وهذا لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد، ولو سلم منه أحد لسلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن يسلط عليه من جنوده من يؤذيه، أن يسلط عليه من جنوده من يؤذيه. إذا أيس عن صرفه عن الخير وإبعاده عن الخير سلط عليه من جنوده من يؤذيه، فيتعرض لبعض الأذى في جنب الله عز وجل. ولهذا أمر المؤمنون بالتواصي بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
لأن الأذى ولا سيما لقوي الإيمان أشد من غيره. فهذه الخطوات يتدرج الشيطان في تحصيلها ونيلها من العبد. واقرأ في هذا الباب قول الله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أين يقعد الشيطان؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي في كل طريق يسير